تعالى اقول لك على 5 افلام رعب قصتهم حقيقية 100%. يلا بينا. يلا بينا. اول فيلم معانا وهو فيلم ذا كونجورينج، والفيلم ده قصته حقيقية، والفيلم ده متاخد من ملفات شخصين اسمهم ايد ولورين، والاتنين دول محققين في الظواهر الخارقة. القضية كانت عبارة عن عيلة اسمها بيرون، والعيلة ديت نقلت عشان تعيش في بيت في منطقة اسمها رود ايلاند، وبدأوا يلاحظوا حاجات غريبة زي أصوات وأبواب بتتقفل لوحدها، وأرواح بتظهر وأرواح بتروح وأرواح بتيجي. رعب زاد لما اكتشفوا إن البيت كان متملك من روح ساحرة اسمها باتشيبا، ودي كانت بتعمل طقوس شيطانية في المكان، وده اللي من خلاله صناع الفيلم خدوا منها الحبكة دي. تاني فيلم معانا هو ذا اكسورسيزم اوف ايميلي روز، ده قصته الحقيقية مبني على قصة بنت ألمانية اسمها أناليس ميشيل، وكانت بتعاني من نوبات غريبة، وأهلها اعتقدوا إن هي ملبوس. الكنيسة وافقت على إجراء طرد أرواح، تعمل لها أكتر من جلسة، بس للأسف البنت ماتت بعد معاناة. الفيلم بيعرض القصة من منظور قانوني لما الكاهن اللي عمل الجلسات اتعرض للمحاكمة. وبالمناسبة في فيديوهات وأصوات وريكوردات حقيقية متوثقة للجلسة دي هتلاقوها على اليوتيوب. ثالث فيلم معانا هو فيلم أنابيل، ومين فينا ما يعرفش انابيل؟ وبالمناسبة القصة الحقيقية بتاعتها ان في دمية اسمها انابيل الحقيقية، مش زي اللي في الفيلم من حيث الشكل، ولكن كانت عند بنتين قالوا ان الدمية بتتحرك لوحدها وبتكتب رسائل مرعبة. ايد وارن اللي احنا جبنا سيرته في اول قضية فوق اتدخل وخدها عنده وحطها في صندوق ازاز في متحف الظواهر الغريبة بتاعه، ولسه هناك لحد يومنا هذا. رابع فيلم معانا اسمه ذا اميت فايل هورور، وده قصته حقيقية في بيت اسمه اميتفيل في نيويورك، وده بيحصل فيه جريمة قتل مرعبة سنة 1974 لما شاب قتل كل عيلته وهم نايمين. بعدها بسنة بالظبط عيلة تانية سكنت البيت وبدأت تحس برعب غريب، زي إن في أصوات وفي روايح مكروهة بتطلع وحاجات بتتحرك لوحدها. سابوا البيت بعد 28 يوم بس، ولكن القصة اتحولت لفيلم رعب جدا تقدروا تشوفوه. خامس فيلم معانا وهو فيلم اسمه فيرونيكا، وده قصته الحقيقية مبني على واقعة حصلت في مدريد سنة 1991 لبنت اسمها جوتريزا، كانت بتجرب لعبة الويجا في المدرسة. بعدها بدأت تحس بحاجات غريبة زي إنها بتتكلم مع أرواح أو بتشوف كوابيس. البنت ماتت في ظروف غامضة، والبوليس كتب في تقريره إن في حاجات غير مبررة حصلت في شقتها، وده نادر جدا في تقارير الشرطة. عموما دول اكتر 5 افلام مرعبين ليهم قصة او وقائع حقيقية. اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.